3 حاجات لو عرفناها بدري هتوفر علينا وجع قلب كتير قوي. اول حاجه، بطل تتوقع ان الناس تكون نسخه منك. انت بتفكر بطريقه، غيرك بيفكر بطريقه تانية. انت ممكن تكون passionate ومعطاء، غيرك ممكن يكون عملي وبارد وما بيعرفش يعبر عن نفسه. الاختلاف في حد ذاته مش تلقائيا معناه ان الشخص التاني هيتعبك او هيكون مؤذي ليك، بس توقعك انه يتعامل معاك زيك بالظبط هو ده اللي هيتعب. تاني حاجه، بطل تحس ان الناس مدينه ليك. مش عشان انت بتبذل مجهود في العلاقه او بتدي بقدر معين يبقى الطرف التاني لازم يرجعها لك بنفس القدر ده. هل ده عدل؟ يمكن لا، بس ده الواقع. لو هتعمل الخير وتدي، اعمل ده لان ده اختيارك انت، مش عشان تشتري بيه حب واهتمام الناس اللي حواليك. بس في نفس الوقت لو حسيت انك بتدي كتير والمقابل صفر، هنا محتاجين نقيم العلاقة. وده يودينا لثالث نقطة، وهي ان السكوت إجابة والغياب رد والبرود رسالة. لما تدي كتير في العلاقة والمقابل يكون صفر ولا حاجة، مش بس أقل، دي مش علامة ان الطرف التاني مختلف او الطريقة اللي بيدي بيها هي مختلفة. دي علامة ان انت مش في اولوياته. لو انت متحير في مكانتك عند حد، يبقى مكانتك عنده مش واضحة وانت مش من اولوياته. بس عشان تحدد النقطة دي بالذات لازم يكون عندك وعي نفسي كبير جدا، لان ناس كتير جدا زي ما قلنا في اول نقطة بيبقى عندهم توقعات معينة في الطريقة اللي هيتعاملوا بيها، ولما ما يستقبلوش الطريقة دي بالنسبة لهم ممكن يفسروها ان ده عدم رد اصلا. الخلاصة، قلل توقعاتك، زود وعيك، ادي لان ده اختيارك مش عشان تشتري حب واهتمام الناس. ولما تدي كتير وتلاقي الإجابة صفر، عيد تقييم العلاقة. الاختلاف طبيعي والاستحقاق وهم، والسكوت رسالة. لو حابين تعرفوا أكتر عن خدمات الكوتشنج، تواصلوا معنا على الصفحة أو على رقم الواتساب.